بسم الله الرحمن الرحيم. أهلا بكم. قبل البدء في عرض تفاصيل هذا المقطع، صلوا على النبي عليه الصلاة والسلام. لا تنسوا الاشتراك في القناة وتفعيل زر التنبيهات ليصلكم كل جديدنا إن شاء الله. مشاهدة ممتعة. في تصرف غير احترافي من لاعب أجنبي، بوزوق رفض إجراء الإحماءات والمشاركة في مباراة الرجاء أمام سان داونز بجنوب أفريقيا. أكد مصدر خاص أن اللاعب الجزائري يسري بوزوق رفض المشاركة في مباراة الرجاء الرياضي ضد ماميلودي سان داونز الجنوب أفريقي، والتي انتهت بهزيمة الفريق الأخضر 1-0 في إطار الجولة الثالثة من دور المجموعات لدور أبطال أفريقيا. وطلب المدرب البرتغالي ريكاردو سابينتو من بوزوق الانضمام إلى باقي اللاعبين الاحتياطيين لإجراء الإحماءات تحضيرا لإشراكه في حال احتاج الفريق إلى خدماته أثناء المباراة، لكن اللاعب رفض الاستجابة لهذا الطلب، معلنا عن رغبته في عدم اللعب خلال هذه المباراة. يضيف ذات المصدر دائما: هذا الموقف من بوزوق جاء في وقت حساس، حيث كانت الأجواء في الفريق متوترة بعد الهزيمة أمام سان داونز، ووفقا للمصادر لم يكن هذا الموقف سوى جزء من سلسلة من التوترات التي أثرت على الاستقرار داخل الفريق في رحلته القارية. وكانت جماهير الرجاء قد عبرت عن استيائها من تصرفات بوزوق بعد المباراة، حيث طالبت اللاعب بالرحيل عن الفريق في أقرب مناسبة. شكرا لكم على المشاهدة. لا تنسوا الاشتراك وتفعيل زر الجرس. إلى اللقاء في فيديو قادم.